يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري، سواء البطاطا مسكرة أو مسخة. هنسلقها، وبعد ما نسلقها هنعملها بطريقة هتخليك تحبيها قوي وهي مسلوقة. يلا بينا نشوفها مع بعض. وفي الأول كده بسم الله، معانا كيلو ونص من البطاطا وأي كمية انتي بتحبيها. تنقعيها في مية الأول، بعد كده تغسليها كويس. بعد كده هناخد البطاطا ونحطها في الحل. أهم حاجة تنقي البطاطا اللي حجمها وسط. حط كوباية مية مع البطاطا ونرفعها على النار، ونخلي النار متوسطة ونسيبها لحد ما تستوي. كل شوية هنشوفها كده لحد ما تدخل في سوا. هنختبرها بالسكينة أو بالشوكة. أول ما نلاقي البطاطا كده بقت طرية، خلاص كده هنطفي على النار وما تسيبهاش لما تتهري، احنا عايزينها بس مستوية. بعد كده هنجيب طبق غويط ونحط فيه 3 معالق كبار سكر، ويفضل السكر الخشن. بعد كده معانا معلقة صغيرة قرفة وكيس فانيليا، ونقلبهم مع بعض. بعد كده هنجيب البطاطا ونرصها في الصينية، ونفتح البطاطا بالطول بالشكل ده. علشان كده احنا مش عايزين البطاطا مهرية، احنا عايزينها مستوية بالمظبوط. هنفتح البطاطا بالشكل ده، وبعد ما نخلص الكمية كلها اللي احنا سلقينها هنبتدي نرش على الوش السكر والقرفة. انت هتحاولي ان انت تفردي البطاطا كده بعد ما تفتحيها علشان خاطر السكر يتوزع عليها كويس. والخطوة دي بتكون حلوة قوي مع البطاطا المسخة، فبدل ما ترميها خسارة اعمليها بالطريقة دي هتعجبك قوي. هنرش السكر، بعد كده ندخلها تحت الشواية. هتقعد شوية كده مش كتير، والبطاطا هتاخد وش. ويا سلام بقى لو حطيتي على البطاطا مكعب زبدة صغير، هتطلع بطعم وريحة مفيش احلى من كده. ودي طريقة سهلة وسريعة تعملي بيها البطاطا المسلوقة، هيبقى طعمها حلو قوي قوي وهتعجب الولاد. نبتدي نطلع البطاطا ونحطها في طبق التقديم. وشمي بقى هنا احلى ريحه، القرفه عامله مع البطاطا ريحه رهيبه. لو انت ما جربتيش القرفه قبل كده جربيها. وفعلا فعلا الزبده كمان معاهم حلوه قوي، بس انا مرضتش اصور الزبده. ولو انت بتفضلي الزبده حطيها، ولو ما عندكيش زبده فخلاص اكتفي بالسكر والقرفه. نبتدي بقى ناخد كده حته من البطاطا ونشوف قد ايه هي جميله. بص الوش طبعا باين ان هو مقرمش وواخد لون مكرمل عشان السكر، وكمان القرفة بتدي للوش لون اغمق شوية. هنقرب اكتر علشان نشوف البطاطا من قريب. بص فرق اللون، وش البطاطا كرمل، والقرفة عملت ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي مع البطاطا. والطريقة دي مناسبة للبطاطا المسكرة والبطاطا المسخ. والطريقة سهلة قوي، هنسلقها على طول، وبعد كده تحت الشواية مش هتقعد غير كام دقيقة، وهتعملي بطاطا هتعجب البيت كله وخصوصا الولاد. الطريقة دي حلوة سهلة وسريعة، وتقدري تعمليها في وقت قليل. كمان لو جالك ضيوف هتقدري تقدميها. وان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي للي ما يعرفهاش هتعجبه قوي، هيعملها باستمرار. والسلام عليكم.